السلام عليكم متابعينا الكرام في كل بلاصه فين ما كنتم. مرحبا بكم في قصه جديده من قصص رعب ومجهول. في هذا المكان كنقلبوا على الحقائق اللي كتخوف وكنحكيو حكايات واقعيه وغامضه، بعضها ما بقاش عندها تفسير وبعضها يمكن ما تكونش من هذا العالم. اذا كنتي مستعد نبداو على بركه الله. القصه ديال اليوم ماشي بحال القصص اللي تعودتوا عليهم. هذه القصه فيها دم، خوف، خيانه، والوجوه اللي كتضحك قدامك وكتغرس لك الموس من اللور. هاد القصه جايه من قلب عالم المافيا، عالم اللي ما كيعرف لا رحمه لا شفقه، عالم اللي فيه اقرب الناس ليك يبيعوك غير باش يبقاو هما واقفين. اللي غادي نشارك معكم اليوم هو الجزء الاول من واحد من اخطر القصص اللي وصلتني، قصه واقعيه، وهادشي كامل بسرد ديال الشخص اللي عاش الاحداث وداق المر بيديه. وجدوا راسكم حيت هذا الجزء غادي يفتح لكم باب، ولكن الباب الحقيقي مازال ما تفتحش. انا علال تزاديت في عام 1980 بدوار ولاد مالك نواحي كازا. ولدتني الوالده غير في الدار حيت وصل وقتها وما يمكنش تبقى حتى تمشي للسبيطار، واصلا لومبيلونس تعطلات حيت ديال الجماعه وداك اللي كيسوقها كيمشي يخطف بها البلايص ويبريكولي بها، حيت تما ما كاينه حتى مراقبه يقدر يدير بها اللي بغا. ما علينا، الطفوله ديالي دازت بحال كيما كيدوزوها كاع الدراري اللي في العروبيه. لعبت في التراب ومشيت للجنانات وبزاف ديال الحوايج راكم عارفين. ولكن ملي درت 13 عام تبدلت، وليت كنخدم ملي ما كنكونش قاري باش نعاون الوالد، ماشي شي خدمه غير بريكولات وصافي. بعض المرات كنمشي للسوق وكندبر على راسي، وكانوا عندنا شي نعيجات مره كنمشي نسرحهم، وكنبقى نصيد الفراخ والحمام بالجباد. واحد النهار قلت نديهم، جيت الغابه تما كيكون ربيع بزاف. ملي وصلت تما لقيت واحد السارح الغنم ديالو تما، وخفت لي يتخالطوا لينا. مشيت دخلته من الغابه لداخل وبقيت كنضرب الفراخ. واحد شويه هو يخرج لي الحلوف تم جاي كيجري وهو يضرب لي النعجه. ناري مهمتي، الوالد تقيسو في عينه ما تقيسوش في نعاجه. طلع لي الدم في ديك اللحظه، وكان عندي واحد المانغو ما عقلتش حتى ضربت به داك الحلوف، طاح طيحه وحده. ملي رجعت للدار عاودت الوالد اش واقع، ولكن تعصب عليا وما عجبوش الحال وبدا يندب وشبع فيا سبان ديك الليله. من تما حلفت ما نبقى ندوز جهه الغابه. قلت خاصني نعوض الوالد النعجه ديالو. كانت حدانا واحد البلاصه كيجيو لها الكاميوات كيخوفوا فيها النفايات ديال البناء وكيكون فيهم الحديد، وانا وليت كنتخشى تما مع بنادم وكنجمع الحديد وكنبيعو. ومن بعد سيمانه ديال التحوفير جمعت واحد البركه ومشيت للسوق. كنت معول ناخذ غير نعجه صغيره. الساعه لقيت الغنم طايحه وصدقت شاري جوج نعاجات كبار، وحده فيهم قريبه تولد. ما تصوروش الفرحه اللي فرح الوالد ملي دخلتهم عليه. انا بنت لي الهوته في التبوعيره، وليت فين ما نخرج من المدرسه كنمشي نبوعر تما. كل نهار كنجيب ما بين 100 درهم حتى ل 5000 ريال على حساب شحال من كيلو جمعت ديال الحديد وبشحال كنبيع الكيلو. ولكن نهار العيان كنجيب فيه 100 درهم. من بعد ما درت 18 عام وخديت البكالوريا ديالي وليت كنخدم مع واحد عنده لافيراي باش نقدر نكمل قرايتي في الجامعه. وليت كنشري الحديد من عند دوك اللي كيجمعوه وكنبيعو لداك مول لافيراي. وليت كنتوشي للعقا مزيان وبلا عذاب. بقيت في هاد لافير شي عامين، وفي هاد المده كان مره كيجيو واحد الرجال في الطوموبيل بحال ديال الهيئات الدبلوماسيه، لكن ما فيهاش ماتريكيل عادي. ما كنتش كنتسوق لهم، كنت كنقول هيكونوا غير مراقبين ولا شي حاجه بحال هكا. حتى لواحد النهار جاو هما يقصدوني، سولوني على واحد خينا سميتو عابد. قلت لهم ما عمرني سمعت بهاد السميه هنا. صافي ومشاو. لكن مره كيجيو كيضربوا طليله وكنقول واقيلا غير كيقلبوا على داك اللي سميتو عابد. داز شي سيمانه تقريبا وانا تعرم عليا لافيراي وخاصني نديه نبيعو. عيطت لداك السيد اللي خدام معاه وقلت ليه يصيفط ليا كاميو على حسابي. بقيت كنتسنى وهما يوقفوا عليا دوك خوتنا. عاود تاني جاو عندي، وهاد المره جاو معاهم دريات. يلا قالوا لي السلام، وانا نقول لهم داك السيد اللي كتقلبوا عليه راه ما كاينش هنا، وما عمرني سمعت شي واحد سميتو عابد. راني مده وانا خدام هنا. قالوا لي احنا ما كنقلبوش عليه، غير درنا سبه. وانا نقول لهم علاش كتقلب؟ قالوا لي احنا كنا مراقبينك وجمعنا عليك بزاف ديال المعلومات ولقينا باللي غنستافدوا منك وبغيناك تخدم معنا. وانا نقول لهم انا ما كنخدمش عند بنادم. كانوا هازين في يدهم واحد الصاع حطوه قدامي وحلوه. ويلي امي شحال ديال الفلوس فيه غير الزرقاء على اختها.
قالوا لي الا خدمتي معنا غتربح اكثر من هذا الشيء اللي كتشوف، وما غادي يبقى يقد عليك حتى شي حد في هذه البلاد. ملي سمعت هذه الهضره وشفت داك الصاك ديال الفلوس تحلوا لي العينين، حيت انا موالف الا شفت شي لعاقه صحيحه غتكون غير ديك 10,000 درهم ولا 15,000 درهم كاع. ودابا انا محطوط قدامي صاك عامر، الا جيت نحسب داك الشيء اللي فيه غادي نتلف. وانا نقول لهم فاش غادي نخدم؟ قالوا لي يلا معنا وغادي تعرف كل شيء. وهما يديوني معاهم في الطوموبيل، خليت الحديد وكل شيء ومشيت معاهم. واش غادي نشوف صاك عامر فلوس وغادي نقول لهم لا؟ ملي تسطيت ملي كنا غاديين في الطريق شدتني الخلعه، حيت دوك خوتنا ما كيدويو ما والو، غير ساكتين وكيشوفوا غير قدامهم. بديت كنهبط ونطلع في واحد فيهم، هو يبان لي عنده فردي على فردي ناري. المهم تياش هاد الشيء وانا نسولهم، قلت لهم فين غاديين بيا؟ حتى واحد فيهم ما جاوبني. المهم بديت كنشوف في الطريق وانا نعرف بلي هاد الطريق ديال الطماريس، حيت فايت ليا مشيت للبحر ديال الطماريس. شويه وحنا نوصل لواحد الفيرما، تاش من فيرما واقول قصر، وفين ما تلفت كيبان لي بنادم قدو قداش، كلشي لابس كوستيم كحل وعندهم فراده صافي. وانا نقول مع راسي هادو البوليس وبغاوني نخدم معاهم، يا حليل اللي غادي نولي بوليسي. بقيت فرحان. دخلوني لواحد الصالون كبير وبقاو واقفين عليا شي وحدين منهم. شويه وهو يجي واحد البعلوك، انا في الاول كيحسب لي شي دري صغير، الساعه هو راجل قزامي، هو الرئيس ديالهم. جا ريح في واحد الكرسي كبير وبدا كيسول فيا، كيتعرف عليا وسولني واش عمرني ضربت شي حد. وانا نقول ليه فايت قتلت. السيد بدا كيتعجب، قال لي شكون اللي قتلتي؟ قلت لي واحد الحلوف في الغابه، ضربته ضربه وحده حيت قتل لي نعجه. وبديت كنسرد ليه القصه كامله وهو يشد راسه وبدا كيضحك. تما عرفني باللي مقطع الوراق. وهو يقول لي انا كنهضر لك على بنادم. قلت لي لا انا ما عمرني حتى دابس حيت داخل سوق راسي. ويشوف واحد خونا وقال ليه ديوه للشمال. انا غير سمعت الشمال كيحسب لي شي بلاصه مسمينها الشمال. وانا نسولو علاش غيديوني تما؟ قال لي باش نوجدوك وتبدا معنا الخدمه. قلت لي خاصني بعدا نمشي نجمع حوايجي ونعلم والديا. هزوني في الطوموبيل وداوني للدار، قلت لهم هاش كاين وهاش كاين. المهم صدقت نيت غادي للشمال وبالضبط طنجة، عندهم واحد البلاصه تما دايره بحال شي معسكر. دخلوني ووراوني الشومبر ديالي. دخلت حطيت الصاك ديالي وبقيت كنشوف في الحيوط ديال الشومبر. شويه هو يدخل عندي واحد العزي طويل، قال لي تجمع من اليوم ما كاينه لا راحه لا نعاس، كاينه غير لونطريما مع الفجر والعومان بالماء بارد. بديت كنشوف فيه وانا كنضحك في الخاطر ديالي حيت هادشي مدوز ما كتار منه. ما علينا، داني معاه لواحد القاعه وتما لقيت بزاف ديال الدراري والدريات. يلا داخلين. ريحت شويه وبدا كيشرح لينا القوانين ديال هذا المعسكر والتكوين، وانا نقز وصورته. قلت لي اشنو الخدمه اللي غادي نخدموا ملي غادي نكملوا هذا التكوين؟ قال لي نتوما غادي توليو عملاء ديال اكبر مافيا في المغرب وافريقيا. غير قال مافيا ويبدا الهراج في القاعه، كلشي بدا يهضر وكاين اللي تعصب، وحيت هما بحالي ما كانوش عارفين فاش غيخدموا. انا ما فهمت والو حيت كلمه مافيا باقي ما عرفش المعنى ديالها. هو يبدا يضرب في واحد الطابله وقال لنا السكات ولا السقيل في القاعه، ويقول لنا اللي دخل هنا ما يمكنش ليه يتراجع، غير وجدوا راسكم. الغد مع الفجر جا بدا كيفيق ليا في بنادم، واللي ما فاقش كيخوي عليه السطل ديال الماء بارد. كنفيقوا كندوشوا بما بارد وكنبداو لونطريما. انا كانت كتجيني عادي حيت داكشي موالف به، الفياق بكري والعومان بالماء بارد مولفو. المهم الشهر الاول كيبداو يعزلوا في بنادم، شكون اللي غيبقى وشكون اللي ما يقدرش يكمل، وكيصيفطوه في حاله. بقيت انا وثلاثه ديال الدراري وجوج دريات. فداك الشهر بداو كيعلمونا كيفاش نشدوا السلاح وداك الشيء، وبداو كيقريونا شي حوايج ديال التجسس وبزاف. ولا عجبنا الحال اصلا، واخا كون كملنا قرايتنا غادي نبقاو ديما عبيد في هاد البلاد. لوما دخلوا المافيا. المهم دوزنا شي شهرين تما، من بعد صيفطوا جوج ديال الدراري ومعاهم دريه لجنوب افريقيا، والدري الاخر صيفطوه للطاليان، الخدمه ديالو غير المراقبه. وانا والدريه رجعنا لكازا عند داك القزامي. الدريه ولات المساعده ديالو، وانا كلفوني بالصفقات ديال الحشيش وجميع الممنوعات والنصب على الناس اللي لاباس اليوم والابتزاز. ما علينا، بقيت خدام معاهم. عطاوني الطوموبيل وفردي وواحد لاكارت.
هذيك لاكارت كان جبد على شي بوليسي كيولي كله كيترعد، والمشكله ما مكتوب فيها والو، فيها تصويرتي وواحد الشعار ما عرفش ديالاش. المهم فين ما مشيت وحبسني شي بوليسي ولا وقفني كنوريها ليه، غير كيشوفها كيطلقني. من بعد كانت عندي واحد الصفقه ديال الكوكايين مع شي نقالزه السيمانه الجايه. قلت بين ما يجي داك النهار نمشي نشوف الوالد والوالده. مشيت للدار وبقيت معاهم. الوالد شاف الكوستيم والطوموبيل قال لي منين جاوك؟ قلت ليه ديال الخدمه، وقلبت الموضوع، ما بغيتوش يسولني فاش خدام. قلت ليه يلا نخرجكم. ديك السيمانه دوزتها معاهم غير دوران وتسركيل. وفي الصباح يلا حليت عينيا وهو يعيط لي الشاف وقال لي النقازه راه وصلوا وخاصك تقضي معاهم الغرض حيت مزروبين، وخلى لي العنوان فين غنتلاقاهم. نض ديك الساعه لبست ومشيت للبلاصه فين دايرين معاهم. لقيت 3 كيتسناوني تما، صيفطهم الشاف ومعاهم 2 كيلو ديال الكوكايين، ومع 3 قد جاو النقازه. ما كاين لا سلام لا والو، قالوا لنا فين هي السلعه، داكشي بالانجليزيه. جبدنا ليهم الصاك، قلبوا السلعه لقاوها اصليه وعبروها. من بعد عطاونا الفلوس وفرتكنا المجمع. هاد الناس كيمشيو لاي بلاد كيشريو السلعه وكيقلبوا فيها البيع تم من بعد كيحولوا الفلوس للحساب ديالهم اللي في بلادهم. مافيا ما كتقبلش شي حاجه سميتها الخيانه، ولا درتي الخير في شي واحد منهم ما كينساهش ليك، ولكن الا غدرتيه غتكون حفرتي قبرك بيديك. حياه المافيا مقوده شويه وفي شكل. قبل ما ندخل ليها كنت ملي كنعس كيكون حدا راسي الراديو، ودابا وليت كنحط حدا راسي الفردي. تعلمت بزاف ديال الحوايج، وليت كنتوقع السيناريو ديال كل عمليه، وكنعرف بنادم اش كيسوى وعلاش ناوي غير من هضرته. واحد النهار كانوا عيطوا لي شي بزنازه من اكادير، بغاو الحشيش وطلبوا كميه كبيره. انا جاتني القضيه ماشي منطقيه، حيت اللي عنده الفلوس باش يشري هاد الحشيش كامل كان من الممكن يشري الكوكايين ويربح منه بزاف ديال الفلوس. انا هنا بديت كنفكر كي غندير معاهم، حيت ما عندي حتى شي معلومات عليهم. المهم درت معاهم حدا واحد البلاصه فيها البني، ومشيت غير بوحدي وما هزيت لا سلاح لا والو، هزيت معايا غير الوراق صافي. لكن الرجال ديالي بقاو مراقبيني من بعيد. ملي وصلت ما لقيت حتى شي حد تما، ما داز حتى 2 دقائق وهما يجيو البوليس وقفوا عليا، بداو كيقلبوا فيا وقلبوا الطوموبيل. من بعد اعتقلوني بتهمه التجاره في الممنوعات. داوني للكوميساريه بداو كيسولوا فيا. انا قلت لهم باللي ما عندي حتى شي علاقه بهذا الشيء اللي متهميني به. قالوا لي جاتنا شكايه بلي كنتي باغي دير شي صفقه مع شي وحدين. جاوبتهم وقلت لهم هذا الشيء ما كاينش، انا كنت داير مع شي ناس باش نشري من عندهم بقعه ارضيه، والدليل انكم ما لقيتوا عندي والو. بعد ما كملوا البحث وما لقاو عليا حتى شي دليل طلقوني. عرفت بلي هذيك كانت مؤامره، وملي خرجت عيطت لواحد من الرجال ديالي وقلت ليه بغيت كاع المعلومات على هذوك خوتنا. ومن بعد مشيت ديريكت للقصر، جمعت الرجال ووجدتهم باش نمشيو نتحاسبوا معاهم. في الصباح بكري درنا الديبار لاكادير، 4 ديال الطوموبيلات اللي ديت، وفي طريقي جاوني المعلومات على فين كاينين وفين غيتجمعوا. المهم وصلنا، نزلنا في واحد لوطيل حتى الليل، عاد مشينا للبلاصه فين مقصرين. دخلنا عليهم لقيناهم معهم الدريات، خرجنا البنات وحنا نقتلوا دوك البزنازه، بقينا عليهم بالقرطاس حتى ماتوا. ومن بعد قادينا ليهم بوزيسيون وحطينا ليهم الفراده في يديهم باش ملي يجيو البوليس ويديروا التحقيق يبان لهم بلي نوضوها غير بيناتهم. ومن بعد رجعنا في حالنا. ملي وصلنا لقينا الشاف طالع عليه الدم، كان كيحسب لي معصب مني الساعه معصب حيت بنته غتجي من ميريكان وخايف عليها، حيت الاعداء الا عرفوا بلي عنده شي بنت غادي تولي نقطه الضعف ديالو. قلت ليه ما تخافش، ما كاينش اللي غادي يقيسها، وهو يكلفني بالحراسه ديالها. وليت الحارس الشخصي ديالها، لكن من نهار جات وانا دايخ ناري على قوقه سميتها سكينه. كيفاش هاد القزامي والد هاد الزين كله؟ المهم غادي نطيح فيها الطيحه ديال بصح. بعد ما جات بشهر قررت باش نتزوج بها، وهضرت مع الشاف لكن ما وافقش، وانا تقبلت القرار ديالو ما سولتوش علاش، رفض صافي. وانا نقول ليه ما غاديش نبقى الحارس ديالها، شوف لها شي واحد اخر. قال لي غير تهنى انا غادي نرجعها للميريكان. وفعلا مشات وانا اللي وصلتها للمطار وعطيتها واحد الورقه عبرت ليها فيها على المشاعر ديالي. المهم هي مشات وانا بقيت مع الصفقات والقتل وتصفيه الحسابات، حتى لواحد النهار غادي يجيو دوك اللي كانوا معايا في المعسكر من جنوب افريقيا، وغيجي الاخر اللي مشى للطاليان.
لكن ماشي باش يجيبوا التقارير ديالهم، ولكن جاو باش يصفيوها للشاف. وفعلا قدروا يقتلوه في الوقت اللي انا كنت مشيت نضرب دويره في المعسكر. ملي جيت بالي الجو عادي، الرجال كلهم كاينين، لكن ملي دخلت للبيرو ديال الشاف لقيته ميت، وانا نعيط على الرجال اللي على برا. سولتهم شنو وقع، لقيت باللي ما عارفين والو. قالوا لي راه جاو هذوك اللي دوزوا معاكم الفورماسيون في طنجة وكانوا معاه في البيرو، والشاف ما خلى حتى شي حد من الرجال دخل. من بعد خرجوا وقالوا لينا الشاف ما بغى حتى حد يبرصو. بديت كنقلب فيه وانا نلقى واحد الورقه فيها شعار ديال واحد المافيا من الفلبين. قلت الرجال من بعد ما ندفنوا الشاف غادي نمشيو نصفيوها ليهم كاملين باش يعرفوا راسهم مع من. بديت كنوجد باش ندفنوا الشاف، وعيطت لسكينه قلت لها باباك مات، لكن قلت لها مات موت عاديه، ما بغيتش نقول لها قتلوه. قطعات داك النهار بقينا كنتسناو حتى تجي عاد ندفنوه. لكن في الجنازه غادي نكتشفوا سر من اسرار القزامي، وماشي غير انا بوحدي، حتى سكينه وكاع الرجال غادي نعرفوا هاد السر. في الجنازه غادي نكتشفوا سر من اسرار القزامي، هو اللي غيفسر لينا ويوضح سبب النفوذ الشاف وعلاش ما كانش كيخاف لا من السلطه ولا حتى من شي حد. انا في الاول كان كيحسب لي النفوذ ديالو قوي غير حيت عنده رجال بزاف في الكتيبه ديالو اللي العدد ديالهم 500 عضو، لكن السبب الحقيقي هو الدعم اللي موفر ليه من أكبر وأقوى المافيات والعصابات في العالم كامل باستثناء الفلبين والهونغ كونغ، بحيث كيعتبروه قدوة والأب الروحي ديالهم. هادشي غيبان في الجنازة اللي حضروا لها كاملين بالرؤساء ديالهم، أكثر من 30,000 مافيوزي اللي حضر الجنازة ديال القزامي. حنا كنا عارفين غير الحلفاء اللي في كوبا فقط، وملي شفنا داك العدد ديال الطوموبيلات جايين للجنازة بدينا كنوجدوا صافي كنا معولين على حرب. كيحسب لينا غير دوك اللي قتلوا الشاف جاو بغاو يصفيوها لينا حتى حنا. شديت سكينه وركبتها في الطوموبيل وقفت مع الرجال، في الاخر تبين لينا بلي هما كامل الحلفاء ديال القزامي. انا استغربت اول حاجه كيفاش عرفوا بالخبر ديال الموت ديالو، وعلاش القزامي كان مخبي هاد السر، وكيفاش هاد بنادم فيه شبر ونص غادي يكون عنده قاعد الحلفاء. بعد ما رجعنا للقصر بقاو الرجال كاملين برا، ودخلت البيرو ديال الشاف مع الريوس الكبار ديال المافيات والعصابات اللي جاو. درنا اجتماع وبداو كيعاودوا ليا على الشاف وكيفاش تعرفوا عليه، وفي الاخر قرروا كاملين باش نشد بلاصه القزامي، ووعدوني بلي غاديين يكونوا في الخدمه ديالي. فهاد اللحظه غادي ترجع بيا السين تالور، وغنتفكر ملي كنت في العروبيه غير بوعار، ودابا غنولي زعيم ديال اكبر مافيا في العالم. ناري الدنيا غريبه. قلت لهم موافق، واول خدمه بغيت نطلب منكم هي تنتقموا معايا للشاف. قالوا لي هادي بلا ما تقولها، حنا معولين عليها. كملنا الاجتماع ومن بعد بدينا كنوجدوا الانتقام، وبداو الرؤساء كيعيطوا في التليفونات لجميع المخبرين ديالهم في العالم كامل باش يجيبوا لهم اخبار ديال هاد العصابه فين كاينين. ما كاملاش حتى نص ساعه عرفوا فيها فين كاينين. من بعد الرؤساء رجعوا في حالهم وبقاو معايا شي رجال ديالهم. هذاك النهار كان هو اول نهار غادي نخرج فيه من المغرب. مشينا حتى الفلبين باش ننتقموا، وكنت انا هو اللي مرأس المجموعه. خليت الرجال ديالي كاملين مع سكينه ومشاو معايا الرجال ديال الحلفاء شي 3000 عضو. وملي وصلنا تما زادوا علينا حلفاء اخرين من اليابان والصين، ولينا تقريبا 4000. انا في الاول كنت نفكر في دوك اللي كانوا معانا وغدرونا وجاو قتلوا الشاف، نعرف علاش تقلبوا. امرت الرجال باش يخليوهم حيين. ايوا كنا معولين على حرب كبيره. الساعه ملي وصلنا عندهم لقيناهم باللي غير مجموعه صغيره فيها غير 300 عضو. بطبيعه الحال في الاول ما عرفوناش، حيت حتى هما ما كانوش عارفين باللي قزامي عنده حلفاء. وملي دخلنا عليهم ما قدروا يديروا والو. اش في جهدهم ما يديروا 4000 ضد 300، فرق كبير وبزاف. المهم بلا ما نعاود لكم اش وقع، الخبار في راسكم. كما قلت لكم من قبل باللي الخيانه ما مقبولاش في العالم المافيا. محينا ديك العصابة على وجه الأرض باستثناء دوك الخوانات 3 جبناهم معانا للمغرب، ومن بعد الرجال كلهم رجعوا لبلاداتهم، وبقيت مع دوك خوتنا باش نعرف شنو اللي خلاهم يغدرونا. ملي بديت كنبحث معاهم وكنسول فيهم كانت صدمة أخرى. لقيت بلي وقع تمرد من شخص اللي مكلف بتكوين الدراري في طنجة، داك العزي، حيت كان داير يد في يد مع العصابات اللي في جنوب افريقيا والطاليان، وتعمد يصيفطهم. وخا القزامي كان رافض هذه الفكره، وهذه القضيه ما عمرها كانت في المافيا قبل ما ندخلوا ليها، حيت اصلا ما محتاجينش
جواسس ولا مخبرين، كلشي كان مخطط ليه. وتفكرت باللي ما شفتوش في الجنازه ديال القزامي، ولكن اللي محيرني هو علاش انا والدريه الاخرى ما دخلناش في اللعبه معاهم ورجعنا لكازا. وقفت ديك الساعه وديت معايا رجال طنجه، ولكن لقيته هرب، حيت عرف بلي تفضح المخطط ديالو. واخا انا ما كنتش ناوي نقتلو، بغيت غير نعرف السبب علاش دار هذا الشيء. وحتى الدراري اللي كانوا كيدوزوا الفورماسيون ما كاينينش، ما عندنا حتى شي خبر عليهم. رجعنا لكازا وسولت دوك الخوانه واش عارفين شي حاجه اخرى، قالوا لي بلي كاع الدراري اللي كانوا تما مشاو في حالهم. من بعد ما مشيت انا تما ورجعت، يعني في نفس النهار اللي تقتل فيه الشاف، بقيت كنفكر وانا نتصل بالحلفاء وعاودت لهم شنو كاين، وقلت لهم يعاونوني نلقاه. وفعلا من بعد ما دازت يومين شدوه في الحدود ديال المكسيك، ولكن ماشي الحلفاء، البوليس ديال الحدود هما اللي شدوه، حيت كان باغي يهرب للميريكان. واخا عنده الباسبور وكل شيء، الورق ديالو مرقلي، لكن ما كانش يقدر يبين الهويه ديالو، حيت الحلفاء نشروا تصويرته وسميتو وقالوا لي شدوه حي غادي يعطوه مليون ديال الدولار. ولكن للاسف شدوه البوليس ومن بعد صيفطوه للمغرب. وملي جا استغليت النفوذ ديالي وخرجته، ولكن ماشي باش نعتقو، بغيت باش نتحاسب معاه. بقيت كنسول فيه علاش دار هذا الشيء، وكان الجواب ديالو هو انه بغى يشد بلاصتو واللي هو اللي يحكم. لكن انا هذا الجواب ما قنعنيش، عطيته العصا مزيان وعاود سولته والو مبغاش يبدل رايه. وقررت نخليه محبوس ونعذبه كل يوم حتى يقر ليا. بعد ما داز شحال من شهر وانا كنعذبه ونجوعه بلا نتيجه، قررت باش نحبسه ونخليه مسجون بلا ماكله بلا والو حتى يموت. من بعد جاتني رساله من عند الحلفاء كيهضروا لي على واحد العصابه في سنغافوره مختصه غير في الاغتيالات والقتل وكل انواع الاجرام. الا عندك شي حساب مع شي واحد ولا بغيتي تعذبه، ما عليك غير تعطيهم الدوسي ديالو وتسوخر اللور. نسبه الفشل 0%، وهما اللي كيحدوا لك شحال غتخلص. داكشي اللي طلبوا هو اللي كاين، ما كيعرفوش المتاويه. حنا بصفتنا مافيا وعندنا اعداء، كان خاصنا نتهناو من هاد المرتزقه. يكفينا نقتلو غير الشاف ديالهم، بلا به ما يقدروا يديروا والو، ولكن باش توصل ليه صعيب. في المقر ديالو كاين باب واحد كيدخل وكيخرج، الا بغيتي توصل للشومبر ديالو خاصك دوز على الرجال ديالو كاملين. تصور معايا انت داخل وكيبانوا لك رجال، شي كيدوش وشي كيتريني، كل واش كيدير. مهمه صعيبه بزاف، وحتى الا صفتنا ليه الدريات ما غادي يديروا والو. ولا جينا نتحاربوا معاهم ما غاديش نخرجوا من سنغافوره. كانت واحد الفكره اننا نخطفوا العائله ديال اليد اليمنى ديال الشاف ونامروه باش يقتل الشاف الا بغى عائلته يبقاو حيين، لكن قلنا يقدروا يحاربونا مباشره بعد هاد العمليه واستبعدناها حيت ما مسلكاش. فكرنا باش نديروا ليه السم في الماكله، ولكن البلاصه فين كيوجدوا ليه فيها الماكله كاينه حدا الشومبر ديال الشاف، وحتى كاع الا قدرنا نوصلوا ليها ونديروا السم غادي يعرفوا ديك الماكله واش مسمومه، حيت قبل ما يحطوها ليه كيدوقها واحد من الرجال قبل ب4 ديال السوايع. من بعد علمت كاع الحلفاء باش يعطوني معلومات اخرى على هاد خوتنا. وملي بديت كنشوف في الدوسي لقيت واحد الشعار ما غريبش عليا. بقيت كنتفكر فين شفتو شي شويه وانا نرجع السين تا اللور، وبديت كنربط الاحداث ديال الاغتيال القزامي، وقلت ربما تكون عندهم شي علاقه. وانا نتفكر بلي داك الشعار شفتو ملي مشينا للفلبين. نضت ديك الساعه ومشيت بديت كنستجوب في دوك اللي قتلوا القزامي، ولقيت بلي ولاو اعضاء في ديك العصابه وخدمتهم هي القتل. حاولت نجبد منهم معلومات على ديك العصابه. القضيه ما كانتش سهله، حيت في الاول كان كيحسب لينا هذا غير تمرد من العزي. ساعه القضيه كبار ما تصورنا. معذبتهم مزيان وخليتهم يعطوني شي ثغره. قالوا لي باللي مره في الشهر كيمشي الشاف بوحدو للجبل، كاين في شي بلاصه بعيده على المقر ديالو، كيبدا يدير شي طقوس تما وكيشرب شي ماء من واحد العين تما. وكان خاصنا نفكروا كي نديروا ليه باش نقتلوه، لا عين شافت ولا قلب وجع. بعد ما خديت كاع المعلومات على البلاصه وبالضبط والوقت، مشينا وسبقناه بسيمانه وبقينا كنتسناو تما حتى جا. ما تصوروش هاد العمليه شحال كانت صعيبه عليا نفسيا، حيت هذه اول مره كنشوف فيها تحرك ديال الريوس الكبار لشي عمليه وما كلفوش الرجال ديالهم. وهنا عرفت الخطوره ديال هاد السيد واننا ما خاصناش نفشلوا. المهم اللي وصل
بدا مباشرة في الطقوس ديالو، وملي هبط راسو في ديك العين باش يشرب هبطنا عليه ما طلقناه حتى شبع ما مزيان وتخنق. العملية كانت سهلة وهادشي فضل الرؤساء حيت عندهم اعوام ديال الخبرة. المهم ملي تاكدنا باللي مات رجعنا في حالنا بحال ما وقع والو، ولكن بالي ما بغاش يرتاح. بغيت نعرف شنو الطقوس اللي كيدير وعلاش. ما علينا، جينا في حالنا وكلشي فرحان وناشط، ولكن ملي وصلنا لقينا مصيبة. وهنا غادي نحبس الجزء الاول من هذه القصة الخطيرة. الاحداث اللي جاية اخطر وفيها حقائق ماشي اي واحد يقدر يسمعها مرتاح. الجزء الثاني غادي يكشف اسرار، غادي يوضح وجوه كانت كتلعب دورين، وغادي تعرفوا شكون وراه كل شيء وشكون فعلا كان خاصو يموت من الاول. الجزء الثاني غادي يغير كل شيء اللي في بالكم. تسناو الجزء الثاني وغادي تصدموا بزاف. كانت هذه قصتنا ديال الليله، كل قصه كنحكيوها كتخلي اثار، وبعض الحكايات كتبقى كتعيش وسطنا بلا ما نحسوا. شكرا لحضوركم ووفائكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. بسلامه الى قصه اخرى ان شاء الله. حياكم الله.